سينترا وهلا والله. هالمنطقة بعيدة تقريبا ساعة بالقطار عن لشبونة، وهي منطقة جميلة جدا ومصنفة كأحدى مواقع التراث العالمي من اليونسكو. أول ما نزلت من القطار لقيت التوك توك والحنطور. أما البيوت كتير حلوة بين القديمة المجددة أو القديمة المهجورة اللي شوي مرعبة. ما علينا، المنطقة اللي كان بدي روح عليها اسمها بارايا دي روسا، بارايا دي يوروسا. خلينا نسمعها من الجوجل كيف بيقولها. برايا دي أورسا. برايا دي يورسا، وهي شاطئ مشهور جدا بين الجبال. لوصلها طلعت بالباص البانورامي الجميل، من بعد هالباص في مشو كمان، وأنا بمشي كنت رحت ووقعت على وجهي. ولكن شوفوا هالمنظر الأكثر من رائع والهوايات الكويسة اللي بترد الروح. مخرجنا عطينا شوية هدوء وصوت من المكان. ويا سلام، تصورت واخدت لي كم سيلفي. هلأ في ناس عم تنزل لتحت تتسبح، بينما أنا ما كنت جايب المايو. بيني وبينكم فكرت بالطلعة الصعبة بعد الماي والجأجأة، قلت بلاها. كملت مشي وأنا لاحق العالم لوصلت لمنطقة اسمها كابو دي روكا، وهي النقطة تعتبر آخر نقطة في أوروبا، والمنحدر الصخري الجميل جدا وجنبه منارة. هلأ هيك بلشت تغرب الشمس، ولكن للأسف كان لازم أنزل مع آخر باص. وأنا باتجاه القطار للرجعة شفت إضاءة هذا المكان، وطلعت قلعة اسمها موريوش، وبيقولوا إنه هيك اسمها نسبة للعرب، أو يعني قلعة العرب. وشكله لازم أعمل زيارة مرة تانية